أنا النهارده يا شباب في محاضرة التنمية البشرية هعرفكم إزاي تكونوا ناجحين في حياتكم. حاول ما يكونش ليك سقف في الطموح علشان على قد ما تحلم هتلاقي. يعني انا يا استاذ لو حلمت بالبت شيماء هلاقيها تاني يوم. يا غبي، لازم تروح لحد يفسر لك الحلم الأول عشان ما تهبطش وخلاص. مش يمكن شيماء دي هتموت؟ مش صح برضه يا أستاذ؟ أستاذ صح يا حبيبي، بما إنكم دافعين لي 150 جنيه في أي حاجة بتقولوها صح. فدلوقتي لو السمكة قافلة بقها في قلب المية، هل في صياد هيعرف يصطادها؟ لا طبعا. طب ما ممكن صياد يصطادها بشبكة. انا اعرف واحد صاحبنا بيصطاد السمك بايديه. بس السمكة يا أستاذ يعني لو ما فتحتش بقها في المية هتتنفس ازاي؟ أنت يا ابني بقالك ساعة قاعد ساكت، دي جاي تتكلم دلوقتي؟ سيبكم من موضوع السمك. لو عربيتك واقفة مكانها، هل هتتخبط؟ هتقابل مطبات؟ اكيد لا، هي زيك بالظبط، طول ما انت ماشي في طريقك هتلاقي مصاعب ومطبات، لكن لو قاعد مش هتلاقي اي مشاكل خالص في حياتك. لا، أنا ليا واحد صاحبنا العربية بتاعته تتخبط لوحدها وهي تحت البيت. قصدك على الولا عجوة جارنا صح؟ ده عيل رشل. وبكده يا ولاد نبقى خلصنا محاضرة النهارده، وبكره ان شاء الله نتقابل على خير باذن الله، وما تنسوش تجيبوا كل واحد 150 جنيه وانتوا جايين. لا، اتقلك بقى ال 150 جنيه دول بقى عشان احنا بعد كده لما نحب ناخد كورسات هنبقى نروح السوق بتاع السمك. وانا هبقى ابلغ الولا عجوة جارنا يحط عربيته في الجراج عشان ما تتخبطش.